تخيل يا صديقي لما تموت في حادثة بشعة وتصحى تلاقي نفسك في أوضة فاضية مع كرة سودا غامضة بتعرض عليك قوانين واضحة: ممنوع الخروج، ممنوع الهروب، والوقت بيخلص. انت دلوقتي في لعبة، يا تقتل وتعيش يا تنتهي للأبد وتتمسح من الذكرى، أو تبدل روحك بأعز ما تملك. فيا ترى بطلنا هيكسب ولا هيروح للخيار التاني؟ يلا بينا نشوف. كاتو شاب يتيم، أبوه وأمه بيموتوا وهو عنده 17 سنة بس، وبيسيبوه وهو أخوه الصغير، فبيقرر إن هو يطلع من المدرسة ويتفرغ للشغل عشان يقدر يوفر لأخوه الأكل والشرب ومصاريف مدرسته، وكمان ايجار الشقه اللي عايشين فيها عشان ما يبقوش في الشارع. وفي يوم وهو مروح من الشغل بيكلم اخوه وبيقول له انه خلاص هيركب المترو، وبيتاسف له ان هو اتاخر عليه، وكمان بيكون محضر له مفاجاه كبيره لان اليوم ده مميز. اليوم ده يوم عيد ميلاد اخوه الصغير، وهو عامل له مفاجاه وجايب له معاه كمان تورته عشان يحتفل بعيد ميلاد. بس ده ما بيحصلش، بيظهر شخص متصاب اصابات خطيره جدا وهو بيزحف على الارض، وبيطلب من الناس ان هم يلحقوه، بس محدش بيسال فيه وكلهم بيخافوا ويسيبوه يجروا الا كاتو اللي ما بيقدرش يعمل زيهم وبيضطر يروح يساعده. لكن المشكله الحقيقيه لما بيظهر الشخص اللي اتسبب في الاصابات دي، شاب مجنون معاه سكينتين وماشي يموت في الناس، وبيهاجم عليه بدون اي تردد او رحمه وبينهي عليه. بس المؤلم ان اخر حاجه بيشوفها هي التورته اللي كان جايبها لاخوه، وللاسف ما قدرش يفرحه بيها زي ما كان بيتمنى. كاتو بيموت، لكن مش دي نهايه القصه. بيفتح عينه وبيلاقي نفسه في مكان غريب، وبيبقى في حاله صدمه مش فاهم ايه اللي بيحصل حواليه، وقدامه ناس ما يعرفهمش بيحاولوا يهدوه. ولما بيسالوه عن اخر حاجه فاكرها بيقول لهم ان هو تعرض للطعن من شخص ما يعرفوش في المترو. بيحاولوا يطمنوه اكتر وبيعرفوه على باقي الناس الموجودين معاه. ريكا عارضة ازياء ماتت في حادثة عربية، نيشي مراهق طالب ثانوية مات بالانتحار، سوزوكو مات بسكتة قلبية. وبيقول له ان كلهم اتعرضوا لنفس الموضوع، يعني بمعنى اصح كلهم ماتوا قبل كده. وطبعا كاتو ما بيبقاش فاهم اي حاجة وبيقول له فسر لي اكتر. بيقول له ان المكان اللي انت فيه ده اسمه جانز، اللي هي الكرة السوداء دي، وما يعرفوش جت منين او تبع مين، بس الاكيد ان الكرة دي بتعرض عليهم مهمات وهم لازم ينفذوها. واثناء ما هو بيكلمه بتظهر مهمة جديدة، والمهمة دي قتل نوهان، زعيم من زعماء الشياطين. ومن الواضح ان الموضوع كبير لانهم في حالة توتر شديد. الشيطان المطلوب ان هم يقتلوه المرة دي زعيم يعني قوي جدا. ولما كاتو بيسألهم بيقولوا له ان الشخص الوحيد اللي كان عنده القدرة على مواجهة شيطان بالقوة دي هو قائد الفريق كورونو. وبنرجع بالزمن لورا شوية، وبالتحديد في اليابان منطقة شيبو، واللي بتكون مدمرة تماما بسبب ظهور شيطان بدرجة الزعيم، واللي تسبب في كمية قتل كارثية لدرجة ان الحكومة عزلت المنطقة كلها. حتى ريكا وفريقها اللي من الواضح ان تم هزيمتهم بالفعل مرعوبة وبتحاول تهرب، لكن الزعيم الشيطان بيحس بيها وبيكتشف مكانها وبيهاجمها بالفعل، واللي بتكون خلاص على وشك الموت. بس في اللحظة الأخيرة بيظهر كورونو وسوزاكي وبينقذوها، وبيهجموا بسرعة على زعيم الشياطين بكل الطرق الممكنة في محاولة يائسة منهم للقضاء عليه. لكن حتى هجومهم المشترك ما بيبقاش ليه أي تأثير، وبضربة واحدة من الشيطان بيطير كورونو آخر الدنيا. وبسبب الضربة دي بيفقد كورونو نص قوته واللي هي في البدلة اللي بتحميه وبتمتص كل الضربات، يعني كده هو بدون اي حمايه. ولما ريكا بتشوف كده بتحاول تمنعه بكل قوتها، لكن للاسف مفيش اي حل تاني، لانه بكل بساطه لو هو ما قدرش يهزمه مفيش حد تاني هيقدر. حتى وقتهم قرب يخلص واللي بيكون فاضله فيه اقل من دقيقه، وبيهجم عليه بكل قوته في هجوم اخير. بينجح فعلا في تفاديه واصابته بالمسدس، لكن المسدس ده طلقاته بتاخد وقت اللي بيكون كافي لضربه اخيره بيحطم فيها الشيطان كورونو تماما. بس بينجح في النهايه وبتنفجر راس الشيطان وبيتم هزيمته بالفعل قبل الوقت المحدد. ولما بنرجع للزمن اللي احنا فيه بنلاقي ريكا بتشد كاتو من ايده، والكرة السوداء بتفتح من على الجنبين وبتكون مليانه اسلحه الا يستخدموها في المهمه دي. بس عمنا الحاج ده وهو عاطش جديد زي كاتو بالظبط، مش مقتنع باي حاجه، لدرجه ان لما سوزاكو بينصحوا بان هم يلبسوا بدلتهم بسرعه بيتنرفز عليه وبيحاول يكسر الازاز، لكن ما بيحصلوش اي حاجه. بس المصيبه لما نيشي استفزه اكتر وقال له ان الناس اللي زي حالاتك هم دايما اول ناس بيموتوا، وهثبت لك. ولما ريكا وسوزوكو بيحاولوا يلحقوه بيكون الوقت فات وعمنا الحاج بيكون مات فعلا. والمنظر ده بيكون كفيل ان يخلي كاتو مش قادر يمسك نفسه. بس سوزاكي بيرجع ويطلب منه ان هو يلبس البدله بتاعته بسرعه لان مفيش وقت للصدمه. ولما بيسالهم كاتو انتوا مين بالظبط وايه اللي بيحصل بيقولوا له للاسف احنا محبوسين في لعبه بقاء ملهاش نهايه، واكيد في حياتك السابقه سمعت عننا، الناس بتسمينا اصحاب البدله السوداء، واخر مهمه لينا كانت في شوبو اللي مات فيها اقوى اعضاء فرقتنا. وبيبدا العد التنازلي، وكمان بيبدا نقل اعضاء الفريق للمنطقه اللي هيظهر فيها الشياطين. وبسرعه بيلبس كادو البدله بتاعته وبيبتدي نقله بالفعل. والمنطقه اللي بيتم نقلهم ليها بتكون اوسكو، وبيكونوا مستغربين لانهم دايما بتكون مهمتهم في طوكيو، لكن مفيش وقت لان اول شيطان بيظهر على مسافه قريبه منهم وهو بيتجه ناحيته، واللي مجرد ما قرب منهم خلاهم في حاله توتر شديد لدرجه ان سوزاكي قعد يضرب عليه وهو اصلا خارج نطاق المسدس. لازم تكون قريب منهم عشان الطلقه تصيبه، وده اللي عمله نيشي اول ما قربت ودخلت نطاق المسدس بكل هدوء. ولما كاتو شاف منظرها كان مرعوب وما قدرش
يمسك نفسه وهو على الارض، وراح جري بسرعه على نيشي عشان يفسر له ايه الكائن ده وايه اللي بيحصل بالظبط. بس نيشي خلقه ضيق وكان هيموته، لكن سوزاكي لحقه قال له ان هو هيقول له على كل حاجه. وبعد ما هدي بيقول له ان في عالم البشر والشياطين في بينهم حاجز بيمنع الشياطين ان هم يدخلوا عالم البشر، لكن الحاجز ده اتكسر، وده تسبب في دخول بعض الشياطين كل فتره لعالم البشر، ومهمتنا ان احنا نتخلص منهم قبل الوقت المحدد باي طريقه. ولما بيسالوا كاتو ايه اللي هيحصل لو احنا ما عملناش كده، رد عليه نيشي وقال له بكل بساطه ان احنا كلنا اللي هنموت، بس المره دي بصوره نهائيه. وهما بيتكلموا بتظهر مجموعه شياطين كبيره جدا جنبهم، وبسرعه بيجروا يستخبوا، لكن بيتم اكتشافهم وهم بيحاولوا يهربوا. بس الشياطين المره دي ما بتسيبهمش وبتجري وراهم، بيفضل سوزاكي وريكو يضربوا عليهم نار، وبيقدروا فعلا يقتلوا شويه من الشياطين اللي بيجروا وراهم، لكن بيظهر جنبهم شيطان بيقدر يحاصرهم وبتلحقهم الشياطين الباقيه. وكاتو اول ما بيشوف كده بيقرر يرجع عشان يساعدهم، وبيضرب فعلا على الشيطان اللي قدامه، لكن الضربه ما بتجيش فيه. والشيطان اول ما بيشوف كده بيهجم عليه بسرعه، بس البدله بتقدر تحميه، وبيرجع الشيطان تاني عشان يهاجم عليه تاني وياكلهم. بس بتظهر مجموعه تاني من اصحاب البدله السوداء، وبتقدر تقتل الشيطان اللي كان بيهاجم كاتو ومجموعته. بس المجموعه دي مختلفه كليا، اعدادهم كبيره وجميع اعضائهم اقوياء جدا، وبيمتلكوا اسلحه مختلفه تماما واقوى من اللي مع مجموعه كاتو، حتى ان منهم ناس اتصابت اصابات خطيره جدا، لكن مع ذلك بيضحكوا ولا كأن في حاجه. وده عشان طالما انت ما زلت على قيد الحياه، فبعد المهمه بيتم شفاء جميع اصاباتك حتى الاطراف المقطوعه بترجع تاني. وده الفريق الخاص بالمنطقه اللي هم فيها اوسكو، اللي اول ما بيشوفوا كاتو فرقته بيستهزئوا بيهم. فرقه مكونه من راجل عجوز وبنت مستجده وشاب صغير، فريق ضعيف جدا. ولما بيسالوا عن الشخص المعروف بقوته الكبيره في فريق طوكيو واللي هو كان كورونو، بيقولوا له ان هو مات. بس وهما بيتكلموا بيظهر اعداد كبيره تاني من الشياطين، بس اكبر من المره الاولانيه، وهنا بتظهر قوه فريق اوسكو، وبيمنعوا كاتو هو واللي معاه من ان هم يتدخلوا. كل اللي عليهم ان هم يتفرجوا بس، وبيهجموا على اعداد الشياطين الكبيره. بس الناس دي الموضوع بالنسبه لها مش مجرد حياه وموت، لا دول بيلعبوا حرفيا، بيتنافسوا مع بعض على اللي يقتل اكبر عدد من الشياطين، وبيستمتعوا بالموضوع ده جدا، حتى ان هم مش فارقين لبعض. وده بيظهر لما يقتل شيطان قوي بعض الاشخاص من فريقهم، وهم بالنسبه لهم الموضوع عادي، مجرد نقط بيكسبوها. وده لان كل شيطان بتقتله بتكسب عليه نقط، وبمجرد ما بتجمع 100 نقطه بتقدر تستبدلهم ب3 حياات: 1 اسلحه قويه، 2 ترجع حد مات من فريقك، 3 ان انت نفسك ترجع لحياتك الطبيعيه وتخرج من اللعبه. بس هنا هيتم مسح ذاكرتك عن اللعبه تماما، والكلام ده مجرد ما كاتو بيسمعه بيديله امل ان هو يرجع تاني لاخوه. اما بالنسبه لسوزاكو فهو مرتاح لوجود فريق اوسكو، لانهم كده مش محتاجين يعملوا اي حاجه، وفريق اوسكو هينهي المهمه تماما. بس نيشي ليه راي تاني، هو مش مهتم اصلا بالشياطين الضعيف، وده لانه اسلوبه مختلف، هيفضل مختفي لحد ما يظهر زعيم الشياطين ويقطع عليه، وده عشان النقط اللي هيكسبها من قتل زعيم الشياطين اكبر بكتير. وفي وسط كل الاحداث دي كلها بتكون مجموعه من الشياطين بتهاجم المدنيين اللي عايشين في اوسكو، واللي اول ما بيشوفهم كاتو بيقرر يروح عشان ينقذهم، لكن عم الحاج سوزاكي بيمنعه، بيقول له ان احنا المفروض نتجنب المخاطر. حتى ريكا كمان بتقول له ان احنا مش اقوياء لدرجه ان احنا ندافع عن غيرنا، لكن كاتو بيتجاهلهم وبيقرر ان هو يروح ينقذ الناس دي. ولما سوزاكي بيلاقيه مصر بيدوله فلوس، وبيقول له اكيد في حد من اهلك قلقان عليك ومستني منك تليفون عشان تطمنه، والفلوس دي هتقدر تستخدمها في الكابينه اللي موجوده هنا، روح طمنهم وعلى الاقل حافظ على حياتك عشانهم. وفي نفس الوقت بيكون فريق اوسكو على العكس تماما، قاعدين وقدامهم واحد من المدنيين والشيطان عمال يلعب بيه حرفيا، ولما بيزهقوا منه بيقتلوه. هم اصلا مش في الدماغ، لكن بيلفت نظرهم ظهور نوهان زعيم الشياطين واللي المطلوب القضاء عليه لانهاء المهمه. بنسيبهم وبنرجع لكاتو اللي بيقدر فعلا يتواصل مع اخوه واسمه ايمو، بيطمنه ان هو هيجي بس هيتاخر شويه في الشغل، بس اخوه ما بيسيبوش غير لما بيوعدوا ان هو هيرجع له في اسرع وقت. في نفس الوقت ده بتكون الوحوش بتهاجم الناس، ومن الناس دي راجل كبير وست عجوزه وطفل صغير مستخبيين على امل ان الوحوش ما تلاحظهمش، بس ده ما بيحصلش لان في وحش كبير بيهجم عليه، ومع انه راجل عجوز لكن حاول يدافع عنهم بكل قوه. ومش هم بس، ده في مجموعه تانية برضه بيتم الهجوم عليها من قبل وحوش ضخمه، بس كاتو بيظهر وبيحاول ينقذ الناس، لكن الهجوم بيكون خارج نطاق المسدس. حتى الوحش نفسه لاحظ كده وقدر يطير من ايده المسدس، لكن كاتو بيغير اتجاهه وبيحاول يستعيد المسدس تاني، وبينجح فعلا في كده، لكن الوحش كمان بيقدر يمسكه وبيخبطه فعليا في الارض، بس قدرات البدله اللي لابسها بتقدر تحميه، وكمان بيقدر يوجه ضربه للوحش ويقضي عليه. ومجرد ما بينتهي بتظهر بنت من فريق اوسكو اسمها انزو، بتحاول تتعرف على عمنا كاتو لكن ما بيديهاش ريق حلو، لكن مع ذلك بتتجاهله وبتقول له ان هي كانت بتراقبه وان هو عاجبها جدا، وبتساله انت كنت بتعمل ايه، فبيقول لها ان هو كان بيحاول ينقذ الناس دي، لكنها بتستغرب جدا وبتقول له ازاي يا عم انت، مش معقول ان في حد يعرض نفسه للخطر عشان خاطر ينقذ ناس تانية ما يعرفهمش اصلا. لكن كاتو بيقفل منها وبيسيبها ويمشي، بس هي
بدأت تستفزه اكتر وبتقول له لو انت صادق في كلامك فعلا ففي ناس محتاجينك تنقذهم في الشارع التاني، وقصدها هنا على الطفل الصغير ومرات الراجل العجوز اللي بيكون بين قوسين او ادنى من الموت. بس كاتو بيوصل في الوقت المناسب وبيلحقهم وبيقدر يصرف نظر الوحش عنهم تماما، وبيطلب منهم ان هم يرجعوا لورا ويستخبوا. ومع ان البنت عماله تطلب منه ان هو يهرب لانه بالتاكيد هيموت، فرق القوه بينه وبين الوحش ده كبير جدا، بس هو بيستمر في جذب انتباه الوحش ليه عشان الناس اللي وراه يقدروا يهربوا. ولما البنت بتيأس منه بتقرر ان هي تهرب وتسيبه. الشخص ده بالنسبه لها ميت لا محاله، ومع انه كاتو حاول كتير لكن الوحش ما اداهمش الفرصه للهروب، فما بقاش قدامه غير المواجهه المباشره. بس كل هجماته ما بتبقاش ليها اي تاثير على الوحش. ومش كده وبس، ده كمان بيهجم عليه وبيوقع من ايده المسدس وبيدمره نهائيا. بس البنت بترجع تاني وبتقرر تساعده لانها مش عايزاه يموت، لكنها ما بتلحقش تعمل اي حاجه. حتى الضربه اللي ضربتها كانت هتيجي فيهم بالغلط، وفعلا بيتمكن منها الشيطان، بس بيجع من ايدها المسدس، وده ادى الفرصه الوحيده لكات، لكنه محتاج يشتت انتباهه عشان يقدر يروح ياخد المسدس. وعشان يعمل كده ما كانش قدامه غير عصايه المكنسه اللي في ايد الراجل العجوز، وبينجح في كده. ومع ان الوحش حاول يمنعه لكن بيقدر يوصل للمسدس وما بيستناش لحظه، وبيوجه الضربه الوحيده في المسدس للشيطان. لكن الطلقه دي مختلفه شويه عن المسدس الاولاني لان بيتم نقل الاجزاء المربوطه بيه لمكان تاني، وده اللي بيحصل فعلا. بيتم نقل نص دماغ الشيطان المربوطه بيها لمكان تاني، وبكده بيكون قضى عليه، وبيجري بسرعه عشان يخرج البنت اللي ساعدته واللي بتكون لسه على قيد الحياه. وكده قدر ينقذ الراجل والناس اللي معاه، وكمان اشخاص تانية كانوا مستخبين في نفس المنطقه. وبعد اللي حصل ده ومحاوله مساعدته للناس على حساب نفسه، العلاقه بينهم بتتطور، وبالاخص لما بتعرف حكايته ان هو عايش مع اخوه بس، وبتحكي له عن حكايتها هي كمان، وانها كانت متجوزه راجل مخلفه منه ولد لكنه سابها وتخلى عنه، وهي دلوقتي عايشه لابنها بس. وده معناه ان كل واحد فينا عنده سبب قوي يمنعه من الموت. ولما بنروح لفريق اوسكو بيكونوا في عالم تاني في عز الناس ما بتموت، هم برضو مستمرين في اللعب مع الشياطين ومش في دماغهم اي حاجه تاني. وده مش من فراغ حضرتك، ده لانهم اقوياء جدا. ده مثلا عمنا جورجي فاز باللعبه 3 مرات وكان في ايده يرجع لحياته القديمه لكنه اختار يكمل. اما بالنسبه للاخ التاني لقبه نوبو، وده قدر يفوز باللعبه 4 مرات وزي اخوه قرر يكمل. ومش كده وبس، ده كمان مصاب بجنون العظمه وبسبب كده عين نفسه عليهم قائد. والجنون ما بيجابش لحد هنا حضرتك، ده كمان في واحد تالت اسمه اوكا، وده يا معلم فاز باللعبه 7 مرات، موجود لكنه ما بيظهرش، بيفضل مستخبي لحد ما يلاقي هدف يستحق ظهوره. وده يا صديقي ما بيكونش بعيد لان الوقت المحدد للعبه قرب ينتهي وما فاضلش فيه غير تقريبا ساعه واحده، وده معناه بدايه المستوى الثاني او نقدر نقول المرحله الاصعب اللي بيظهر فيها الشياطين اصحاب المرتبه العليا، واللي بيكونوا اقوياء جدا حتى انه مستوى قوتهم بيكون قريب جدا من زعيم الشياطين، ومنهم العملاق زي الاخ ده واللي بيكون في طول مبنى كامل ان ما كانش اكبر كمان. وفي اللحظه دي بيكون حان موعد ظهور اوكو الشخص اللي كسب في اللعبة 7 مرات، ومن الواضح كده انه بدل كل النقط اللي كسبها على الاسلحة القوية، حتى ان هو بيمتلك روبوت كامل عملاق. وبسبب كل اللي بيحصل ده قوات الجيش نفسها ما بقتش عارفة تعمل ايه، حتى انها كانت بتعتبر اصحاب البدلة السوداء مصدر تهديد. ومع ان اصحاب البدلة السوداء وقوات الجيش هدفهم واحد هو القضاء على الشياطين، لكن من الطبيعي ان هم يوقفوهم لان بالنسبة ليهم اصحاب البدلة السوداء ناس غامضة مش معروف هم مين اصلا، وهل هم بشر بيدافعوا عنهم ولا من عالم الشياطين زي الوحوش اللي حواليهم بس في شكل بشري. كل دي اسئله بالنسبه لقوات الجيش ملهاش اجابات، بس كل ده مش مهم لان في كارثه جايه حالا عليهم واللي ما بتتاخرش كتير. تاني اقوى شيطان نائب الزعيم، واللي بيكون كفيل بحضوره بس يخلي كل الجنود في حاله رعب لا توصف، لدرجه ان هم فرغوا كل الرصاص اللي معاهم فيه. بس كل ده بالنسبه له حضرتك لعب عيال، حتى الجنود نفسهم بالنسبه له كانوا مجرد دمى بيعمل فيهم اللي هو عايزه وبيقطع الباقي وبيرموهم في كل مكان، وفي ثواني معدوده بيكون انتهى منهم تماما. وجه دور كاتو وفرقته، وتقريبا خلاص مواجهه شيطان بالقوه دي بتعني الموت لا محاله. بس في محاوله يائسه منهم بيحاولوا يشتتوا انتباهه عن كاتو عشان يقدر يوجه هجوم اخير على امل ان هو يقضي عليه. وده بيحصل فعلا يا صديقي بنفس السلاح اللي استخدمه قبل كده بتاع انزو، واللي بيقدر يقيده ويتمكن منه تماما، وفي ثواني معدوده هيتم نقله والقضاء عليه. لكن ثواني، ده مش زي اللي فات حضرتك، ده شيطان من الرتبه العليا، وبسبب
وبسبب قوته السلاح ده بيكون ملوش اي لازمه قصاده، وكانه بياكد على موتهم اللي مفيش منه مفر. بس في اللحظه الاخيره بيظهر جورج ونوبو وبسرعه بيوجهوا له هجوم، بس المره دي بقى باسلحتهم الخاصه، اسلحه قويه جدا اللي قدروا يكسبوها بسبب فوزهم اكتر من مره. لكن يا صديقي حتى الهجوم القوي ده واللي سحقوا تماما ما بيقضيش عليه، وعلى العكس تماما ما بيخافوش، دول بيفرحوا لان ده معناه ان قتل الشيطان ده هيكسبهم 100 نقطه كامله. وعشان كده نوبو بيقرر يتولى امره لوحده بدون تدخل جورج عشان يكسب هو ال 100 نقطه، وعلى طول بيوجه هجمات ورا بعض لدرجه ان هي بتسبب في بركه دم حرفيا يا صديقي. بس جسم الشيطان بيكون اصلا من الالماس نفسه. بس المصيبه الكبيره لما بيلاقي فرصه يوجه بيها هجوم ضعيف لاوبو بيخلي السلاح يطير من ايده وبيتمكن منه، وكانك يا مؤمن بتنفض سجاده. وكل ده بيحصل والحاج جورج قاعد يتفرج عليه. بس نوبو بيقدر يوجه له هجوم اخير بمسدس تاني كان معاه، وبينجح فعلا في القضاء عليه. وعمنا جورج مكمل برضه عمال يضحك على نوبو عشان خد وقت طويل في القضاء على الشيطان، لكنه بيتصدم لان عمنا نوبو هو كمان مات. بس ثواني يا صديقي، لو فاكر ان دي الكارثه او المشكله الكبيره، احب اقول لك ان الكارثه الحقيقيه ظهرت. يوهان زعيم الشياطين اللي وصل بالفعل، حتى ان جورج اول ما بيشوفه ما بيستناش كتير وبيقرر يهجم عليه على طول، وبسرعه كبيره بيجري ناحيته وبيقطعه 4 قطع. لكن الصدمه ان عمنا نوهان اتقسم 4 شخصيات، وبترجع لاجزاء ال4 تاني تتجمع مع بعضها بدون اي تاثير عليه، وده خلى جورج يفقد اعصابه ويهاجم عليه مره تاني في محاوله منه بكل قوته ان هو يقتله. لكن ده يا جماعه زعيم الشياطين، كل الهجمات بلح وجورج مش قادر حتى يلمسه، فبيقرر يستخدم قوه البدله، وفعلا بيقدر يتمكن منه وبيخنقه بكل قوته. لكن الايه بتتقلب وبيتم امتصاص جورج بالكامل قدام فريق كاتو اللي ما بيبقاش في ايديهم اي حاجه يعملوها قدام الرعب اللي شايفينه. اقوى شخصيتين يعرفوهم واللي كانوا مصدر الامل بالنسبه لهم ماتوا بكل سهوله قدام عينيهم. وما تنساش يا صديقي ان هم ما يقدروش يهربوا او يستخبوا، لان بكل بساطه في وقت معين لو ما قدروش يقتلوا الزعيم فيه هم اللي هيموتوا، يعني موت مؤكد. ومع انهم مرعوبين لكن كاتو ما بيبقاش قدامه غير حل واحد، ان هو يتحرك. بيهاجم بسرعه بالسلاحين اللي معاه وبشكل عشوائي على امل ان في طلقه تصيبه، بس نوهان بيتفتى كل طلقه طالعه من المسدس وكانه شايفها مع انها طلقات مخفيه اصلا. لا وبيقدر يمسك كاتو كمان اللي تقريبا هيواجه نفس مصير جورج قدام عيون اصدقائه اللي مش قادرين من الرعب يعملوا حاجه. وفي اخر لحظه في حد بينجح في توجيه هجوم بيسحق نوهان بالكامل، والحد ده هو نيشي. والله انا نسيت ان هو معاهم اصلا. فضل مستخبي ومستني اللحظه المناسبه عشان يهاجم على زعيم الشياطين ويكسب ال 100 نقطه. واخيرا بيقعوا من طولهم من كتر الفرحه، الزعيم خلاص مات واتكتب لهم عمر جديد، حتى انهم قدروا يتغلبوا على فريق اوسكو. بس يا فرحه ما تمت خدها نورهان وطار، الموضوع لسه ما انتهاش. بيظهر زعيم الشياطين بشكل تاني اكثر رعبا وقوه من الاول بكتير، لدرجه ان نيشي اول ما بيشوفه بيختفي على طول. لكن المره دي مفيش سبيل الهروب ولا حتى الاختفاء ينفعك. بهجوم واحد بس بيسيب نيشي وهو بيحاول يهرب وبتتقطع ايديه، وبسرعه كاتو لما بيشوف كده بيقرروا ان هم يهربوا وبينطوا كلهم في الميه قبل الهجوم التاني. اما في الناحيه التانيه بيكون اوكو الشخص اللي قدر يفوز باللعبه 7 مرات بيواجه الشيطان العملاق بالروبوت اللي قدر يبدله من اللعبه في وسط ذهول قوات الجيش اللي في كلا الحالتين مفيش في ايديهم اي حاجه يعملوها غير ان هم يتفرجوا زيهم زي بقيه الناس اللي في المنطقه. اليابان ما بتملكش اي سلاح تقدر تواجه بيه شيطان بالقوه دي، وحتى الروبوت كمان ما استمرش كتير وانهار. بس الحكايه لسه ما انتهتش، لان اوكو بيكون على راس الشيطان نفسه بيوجه له ضربات قويه جدا وهجوم فعال ما بيديش اي فرصه للشيطان ان هو يتمكن منه، وبينجح بالفعل بتوجيه ضربه قويه جدا لراسه بتقضي عليه. اما بالنسبه لفريق كاتو فبيقدروا يهربوا لكن بشكل مؤقت وما بيطولش لانه بيظهر قدامهم. لكن المره دي هو مش جاي ليهم، هو جاي للاقوى اوكو اللي بمجرد ظهوره بس بيرجع لامل تاني لفريق كاتو، لان ده الشخص الوحيد حاليا اللي بيملك منه القوه والقدره ما يكفي لمواجهه زعيم الشياطين يوهان. اوكو هاتشوري الشخص اللي قدر يكسب 7 مرات في اللعبه. فيا صديقي اللي فات كله انساه، لان اللي جاي حاجه تانية خالص. المعركه الحقيقيه بتبدا وبينطلق اوكو بسرعه كبيره بيتفادى كل هجمات يوهان وبيقطعه حرفيا حتت، وكأن المعركه من طرف واحد بس اوكو بيلعب بيه حرفيا. وما بيكتفيش بكده، لا ده بيوجه له كميه هجمات ناريه كبيره وما بيدلوش اي فرصه للتعافي في وسط ذهول فريق كاتو اللي ما بيبقوش عارفين ايه اللي بيحصل اصلا وهل هو فاز ولا لا. لكن الاجابه ما بتتاخرش كتير لان اوكو نفسه بيحذرهم الموضوع لسه ما انتهاش. يوهان بيظهر في شكل تاني اقوى بكتير من اللي قبليه، وكأن زعيم الشياطين ده ملهوش نهايه، وده بيخلي اوكو يتحرك بسرعه في محاوله منه لاكتشاف نقطه ضعفه، لان كل الهجمات اللي فاتت ما اثرتش فيه، حتى تقطيعه النصين حرفيا ما بقاش ليه اي تاثير عليه، بالعكس قدره التعافي عنده بقت اقوى من الاول. بس اوكو ما بيستناش وبيستمر في مهاجمته بكل الطرق الممكنه، لكن كلها من غير تاثير. كل الجروح الناتجه عن الهجوم بترجع تتعافى تاني وبسرعه كبيره. ومع ان المواجهه كانت لصالح اوكو لكن ميزان المعركه بيتغير 180 درجه، والمره دي لصالح نوهان، لان التحول للمرحله الثالثه ما بيدلوش قوه اكبر وسرعه في التعافي بس، لا ده كمان بيطور قدرته للتكيف
الخايف والتعلم من المعارك اللي بياخدها. يعني ببساطه كل الهجمات والمهارات اللي شافها لحد دلوقتي اتقنها تماما. حتى السلاح المميز في دراع اوكو شفرات المعصم ودول السيفين اللي في ايده قدر يقلدهم وبيستخدمهم بنفس الاتقان، وده خلى اوكو يضطر لاستخدام دخان كثيف بيقدر يهرب بيه من نظر نوهان وينفذ هجوم من النقطه العاميه، واللي بالفعل بيكون ليه تاثير كبير على يوهان. لكن وعلى العكس بدل ما يكمل هجوم عليه بيمشي في الاتجاه المعاكس تماما، وكاتو واصحابه مش فاهمين اي حاجه. ولما بيسالوه هل كده الزعيم الشيطان مات ولا لا، بيقول لهم ان هو لسه ما ماتش، وانه زي ما توقع الهجمات المفاجئه بس هي اللي بتنفع معاه زي الهجوم الاخير كده، لكن حتى ده بيعطله بس مش اكتر. وعشان يقضوا عليه لازم يوجهوا كميه هجمات كبيره في النقطه العاميه. وبعد ما فقد كل الاسلحه اللي بيمتلكها حتى الدرع اللي كان بيحميه، بقت المواجهه خطيره جدا على حياته، وهو بيقرر يتخلى عن الموضوع ويهرب. ودلوقتي ما بقاش قدام كاتو اي حل تاني غير مواجهه الزعيم بنفسه، وبالفعل بيتحرك بسرعه عشان يحاول يستغل لحظه انشغال الزعيم بالتعافي على امل يوجه له هجوم يقضي عليه. لكن اللي ما كانش عامل حسابه ان في آلية دفاع بتشتغل تلقائيا لما بيكون الزعيم في حاله ضعف. حتى كاتو ما فكرش في الهرب لانه مش فاهم اللي بيحصل، لكن اللي ادرك الموضوع بسرعه هو سوزاكي اللي اتحرك بسرعه عشان يفادي كاتو بدون تفكير وضحى بنفسه. وده لانه على عكس كاتو اللي بيملك اخ في انتظاره، هو ما بيملكش اي حد في الدنيا دي. بس المشكله الكبيره ان في نفس الوقت كان زعيم الشياطين يوهان دخل في المرحله الرابعه، وده الشكل الحقيقي والاقوى على الاطلاق لزعيم الشياطين. وعلى قد ما كان شكله وقوته كافيين برعب اي حد، كاتو كان كل اللي شاغل باله القضاء عليه بسرعه، لان في فرصه ممكن ينقذ بيها سوزاكي ونيشي، وده لو قدر يهزم الزعيم قبل انتهاء المده، لانهم هيرجعوا تاني وهتكون كل الاصابات اللي اتعرضوا ليها تم شفائها بالكامل. وبيتحرك بسرعه لمهاجمه يوهان، لكن بضربه واحده كانت كفيله بانهاء الامر واجباره على عدم الوقوف تاني على رجليه. فرق القوه بينهم زي السماء والارض، مفيش اي مقارنه. حتى ان يوهان بيمل منه اصلا وبيروح يدور على اوكو اللي كانت مواجهته بالنسبه له اكتر متعه، وبمجرد ما بيسيبهم بتجري عليه انزو عشان تاخده ويهربوا، لكنه بيرفض وبيقول لها ان لازم يقضي عليه. بتقول له يا عم نقضي على مين، احنا اصلا مش قادرين نلمسه، فسيب الموضوع لاوكو، انا وانت عندنا اشخاص مستنييننا نرجع ولازم نعيش عشانهم. فقال لها عشان السبب ده بالاخص لازم اعمل كده، لو اوكو مات مين اللي هيقضي عليه؟ عشان كده لازم نكون مستعدين. اوكو قال ان الهجمات المفاجئه هي اللي بتاثر فيه، فانا هكون الطعم، ولما يقرب مني انتوا تطلقوا عليه النار من مناطق مختلفه. ومع ان اونزو كانت معارضه للخطه دي تماما لانه كده بيعرض نفسه للخطر، لكن ده الحل الوحيد اللي بيملكوه. واول ما بتتحرك بتلف وترجع تاني، وبتقول له بكل صراحه ان هو بالنسبه لها حاجه كبيره جدا، وان هي مش هتسمح ليه بالموت نهائيا. وكمان بتطلب منه ان هو يوعدها كل تاكيد هيرجع لها تاني، وعشان يطمنها بيوعدها ان هو مش هيموت. بتسيبه وتمشي عشان تستخبى وتستعد للمعركه، لكن الموضوع ما بيطولش كتير لان يوهان كان في ظهره بالفعل وفي ايده راس اوكو، في الوقت اللي لسه فيه اصلا ريكا وانزو ما لحقوش يوصلوا للاماكن اللي هيستخبوا فيها ويهاجموا منها عليه، وما بيبقاش قدام كاتو غير ان يحاول يكسب ليهم وقت. فبيطلب منه ان هو يقول له قبل ما يموت ليه كل ده بيحصل اصلا، وليه لازم نحارب بعض، وليه واحد فينا لازم يموت. فيوهان بيقول له بكل بساطه ان احنا عرق الاسياد، وان وظيفتكم خدمتنا او تكونوا مجرد طعام لينا، وده لوحده بيكون شرف كبير ليكم. اما اللي بيحصل دلوقتي فدي مش حرب، دي عمليه صيد للمتعه مش اكتر، وانت وامثالك مالكوش اي حق حتى للشكوى. وده كان وقت كافي لانزو وريكا عشان يبداوا الهجوم اللي بيكون ليه فعلا تاثير كبير على يوهان، وبدون اي توقف بتستمر انزو وريكا بالهجوم، لدرجه ان يوهان ما بيبقاش عنده اي حل غير ان هو يطلق النار بشكل عشوائي. لكن ولسوء حظه كاتو بيتصاب وهو بيحاول ياخد المسدس الكبير اللي كان مع نيشي، وبتتقطع رجليه الاثنين. ومش كده وبس، ده حتى ريكا بتيجي عليها يافطه الاعلانات الكبيره ومعاها سوزاكي، لكنهم ما بيموتوش، بس بتصاب اصابه خطيره جدا في كتفها بكميه الم لا توصف، لكن مع ذلك ما بتوقفش وبتستمر في الهجوم عشان تدي فرصه لكاتو. وده فعلا بيحصل، كاتو بيتحرك حتى لو يزحف على بطنه عشان يطول السلاح، لكن بيكون الوقت فات. يوهان شافه بالفعل، وبسرعه بتظهر انزو من دفعه ناحيه يوهان، وعلى الرغم ان هي عارفه ان المواجهه المباشره معاه بتعني الموت بكل تاكيد، لكنها كانت بتحاول تنقذ كاتو حتى لو بالمقابل هتفقد روحها. وده فعلا اللي بيحصل للاسف وقدام نظر كاتو. عشان يملى صدره غضب وحزن اجبروه على الاستمرار. حتى في اللحظه اللي يوهان شافه فيها تاني وكان خلاص هيقتله، تدخل نيشي على الرغم من اصابته الخطيره، لكن قدر يلفت نظر يوهان عن كاتو وكمان يسبب له في ضرر كبير. وده بيكون وقت كافي لكاتو اللي بيقدر يحصل على المسدس ويوجه له هجوم مفاجئ ليوهان اللي بيسحقه تماما. ومع ان الموضوع انتهى، لكن ده ما كانش كافي بالنسبه لكاتو اللي استمر في الهجوم بدون توقف بسبب حزنه وغضبه على انزو. وعلى الرغم ان الالم اللي كان ناتج من اصابته لا يوصف، كان قدام الالم اللي حسه في صدره ولا حاجه بسبب موت انزو قدام عينيه وعدم قدرته على الوفاء بوعده ليها. وبموت يوهان زعيم الشياطين بتكون المهمه تمت، وبيتم نقل كل اعضاء الفريق الاحياء للاوضه تاني، واللي بيكونوا في حاله حزن شديد على انزو وكاتو اللي ما قدروش ينجوا على الرغم من انهم لهم الفضل في عودتهم احياء. لكن الموضوع ما انتهاش، الكره بتنقل عضو تاني من الفريق ما زال على قيد الحياه وهو كاتو اللي قدر ينجو بعجوبه
محسوبه، وفي وسط فرحتهم برجوعه بتبدا الكره تعرض النقط اللي كسبوها من المهمه. نيشي 12 نقطه، ريكا 6 نقط، سوزاكي نقطتين بس. اما كاتو اللي انهى زعيم الشياطين كسب 100 نقطه وقدر ينهي اللعبه بالفعل. وعشان كده جينز بتعرض عليه 3 حاجات يقدر يستبدلهم بال100 نقطه دي: 1 سلاح قوي، 2 اعاده احياء شخص مات في اللعبه، 3 الحريه والخروج من اللعبه نهائيا، واللي بيكون عن طريق محو ذكرى اللاعب عن اللعبه اساسا. وبيرجعوا يباركوا له عشان قدر ينهي المهمه ويكسب ال100 نقطه، وبيطلبوا منه ان هو يختار الحريه عشان يخرج من اللعبه ويرجع لاخوه، وكمان بيشكروه على اللي عمله معاهم وبيودعوه. وهنا يا صديقي عايزك توقف ثانيه وتفكر كده، لو انت كنت مكانه كنت هتختار ايه؟ قرر واكتب لي في التعليقات تحت. اما عن اختيار كاتو اللي كان من الطبيعي ان هو يختار الحريه عشان يقدر يخرج من اللعبه ويرجع لاخوه، لكن مع ذلك قرر يوفي بوعده واختار احياء انزو مره تاني، ومع انهم لاموه كلهم على القرار ده، وان بسبب قرارك ده هترجع تلعب تاني وممكن تموت وتفقد اخوك نهائيا، بس قال لهم ان هو ما يقدرش يخلف بوعده معاها، وانه اكيد هيلاقي فرصه تاني عشان يرجع لاخوه. وهنا بنكون وصلنا لنهايه الجزء الاول من وعد الحياه والموت، لكن الموضوع لسه ما انتهاش يا صديقي. الجزء الثاني والثالث فرم حرفيا مدعكه يا برنس، لكن مش عايزك تقلق لان كالمعتاد كلها فسوه وهرجع لك. وما تنساش اللايك والشير واشترك في القناه عشان يوصلك اشعار اول ما ينزل الجزء الثاني او اي حاجه جديده. سلام يا برنس.